بسم الله الرحمن الرحيم. والاحداث الرياضيه الساخنه في مصر ما بتنتهيش وما بتخلصش. حلقتنا النهارده ساخنه جدا، لكن اهم موضوع فيها هو بوست احمد سعيد الصحفي اللي كتب بوست عن جمال جبر ومسحه وقال ان جمال جبر بيسرب اخبار وهو اللي كان بيقول له الاخبار وان هو ما بيهبطش. الموضوع ده مهم قوي نتكلم فيه، لان انا ما صدقت ان انا اقدر اتكلم عن الاستاذ احمد سعيد وعن الاستاذ جمال جبر، وده شيء مهم جدا جدا. تاني حاجة هنتكلم فيها أو هو الموضوع اللي هنبدأ بيه نظام الدوري الجديد وطبعا اجتماع النادي الأهلي مع كولر، وإن خلاص مفيش صفقة أجنبية لحد يناير اللي جاي. وهنختم طبعا ببوست حسين الشحات. نبدأ الأول بنظام الدوري طبعا. وقبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى الناس تدعمنا باللايك الجميل وتدعمنا اللايك بتاعك بيفرق اكيد في الحلقه. تدعمنا باللايك الجميل عشان الحلقه تتشاف، وتحط كومنت تقول لي رايك في الحلقه ايه. مش هقول لك تشير الحلقه، انا بحس ان الشير من اليوتيوب ده بحس ان هو ممكن يكون تقيل شويه على الناس. انا بتفرج على الحلقه اعمل لك لايك اعمل لك كومنت، لكن لو عرفت تشيرها في اي حته. ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه. نظام الدوري الجديد اول مره اقول الرصه دي مره واحده كده حلوه، فاهم؟ فمش عارف تشقلب لك بعد كده ولا ايه. فادعمونا باللايك الجميل. نظام الدوري الجديد. نظام الدوري الجديد طبعا الدوري اتقسم المفروض هو خلاص 18 فريق زي ما هو. الدوري اتقسم بعد كده لمجموعتين، او الدور الاولاني هيتلعب الاهلي مثلا. هضرب لك مثلا الاهلي يلعب 17 مباراه، هيلعب الفرق كلها في الدور الاولاني بشكل طبيعي، بيبقى على شكل مثلا ماتش واحد. الفرق كلها بتلعب في الذهاب وعوده، انت بتلعب ماتش واحد في الدور الاولاني مع الفرق. طبعا مثلا تلعب الاتحاد، ممكن حظك يجي في القرعه انك تلعبه في اسكندريه. ممكن مثلا الاسماعيلي، ده انت كده مش هتلعب في الاسماعيليه فهيرفص، فهتلعبه اكيد في برج العرب. مثلا ممكن تلعب مثلا ايه مثلا بتروجيت مثلا ممكن تلعبه في السويس ما تلعبوش في القاهره، والعكس. مثلا ممكن تلعب مثلا بيراميدز في الدفاع الجوي مش في القاهره، وممكن تلعب بيراميدز في القاهره مش في الدفاع الجوي، هكذا يعني. المهم ان هي تعمل قرعه زي دوري الابطال دلوقتي كده، الشامبيونز ليج طبعا. معنا اسف مع التشبيه، يعني انا بشبه الاثنين دول ببعض. فالدور الاولاني ده هيبقى شكله. الدور الثاني بيتقسم لمجموعتين. المجموعه الاولى انت اكيد الكلام ده كله عارفه، بس انا بقى عايز اقول لك رايي في الموضوع ده، فبس بشرح لك شكل الدوري بشكل بسيط. الدور الثاني بيبقى الفرقتين طبعا بيتقسموا كل فريق او الفريق من واحد لتسعه، ترتيب من واحد لتسعه بنتائج الدور الاولاني. بيتحطوا في مجموعه من واحد لتسعه، ومن تسعه او من 10 بقى لحد بقيه اخر الجدول. دي بتبقى الفرق اللي بتتصارع من اجل البقاء، يعني في صراع بينهم على اجل البقاء وخلاص. هيبقى حتى في فرق زي بقول لك هتتفرج على ماتشات الدوري دي، مثلا اللي هيتصدر المجموعه الثانيه مثلا اللي هي بتاعه الهبوط، لو متصدر هتلاقيه حاطط رجل على رجل ومش همه حاجه. الناحيه الثانيه هي اللي هتحدد كل حاجه، اللي هي المجموعه الاولى اللي هي من واحد لتسعه. دي هيبقى فيها بطل اللي بيروح لدوري الابطال الاول والثاني، وبعدين اللي بيروح للكونفدراليه، واكيد بطل الدوري طبعا. ومش هيبقى فيها هبوط، يعني التسعه اللي هيوصلوا وينهوا الدور الاولاني ان هم في المركز التاسع ده اكيد خلاص مش هيهبطوا. وطبعا فرق الابطال وبيدخلوا الادوار، سواء بتبدا الدور الثاني في المجموعات تبدا بنفس نقاط الدور الاول، وهكذا الفرق في المجموعه الاولى. طبعا السنه اللي بعديها 2025 2026 هنهبط اثنين من الدور من الدوري، مش هيهبط ثلاثه. وانا دي انا متاكد انها من الانديه الصغيره اللي ضغط قالت ما تهبطش ثلاثه هبط اثنين، بس مش فاهمين ليه. لان السنه اللي بعديها بيقول لك هيطلع ثلاثه وهيهبط اثنين، فالدوري هيبقى 19. في فرقه هتتفرج تقريبا على الفرقه دي مش فاهم، يعني في حتت كده مش فاهمها. لكن انا بقى رايي في قصه الدوري وشكله الجديد دون. انت برضو شكله الجديد لو انا ما قدرتش اوصله لك بالشكل الممتاز، في مليون يوتيوبر يتكلم فيه، وطبعا مكتوب على كل المواقع، واعتقد ان انتوا فاهمينه يعني. انا وجهه نظري بقى في الدوري ده، وبعد كده السنه اللي بعديها بقى يرجع الدوري 18 تاني، هيهبط اربعه. الموسم بقى اللي هو 2026 2027 ده، لو عشنا اصلا بالجلطه اللي هتجيلنا بسبب الدوري ده، 2026 2027 هيهبطوا اربعه ويصعدوا ثلاثه عشان الدوري يرجع تاني 18 فريق، ونسقف لهم ونقول لهم برافو عليكم ان انتوا عرفتوا تنظموا الدوري. رايي في الموضوع ده ايه؟ انا رايي ان الدوري اصلا وهو 18 فريق هو فاشل. كان الدوري ممكن يرجع زي زمان 2004 2005 2006، ان الدوري يرجع 14 فريق عشان الفرق تبقى قليله، وفي نفس الوقت انت تعرف تنظم الماتشات، والماتشات اوريدي مش هتبقى بالعدد ده. اما يبقى 14 فريق غير لما يبقى 18، هتوفر لك شهر مثلا، والفرق برضه تبقى قليله، واصلا هيبين كواليتي ناس معانا. هو ده الدوري المفروض يبقى 14 فريق في امكانيات دوله بحجمنا. احنا عايزين نعمل الدوري 18 فريق زي الدوري الانجليزي نعمله 20 فريق، احنا مش امكانياتنا ان احنا نعمل فيه 20 فريق. فنقلل اولا العدد، ثانيا النظام الجديد اللي هيتعمل هتمسكوا الشركه الالمانيه دي عادي. وي الشركه الالمانيه دي هي اللي هتمسك الشركه الالمانيه. قالوا لنا الشركه الالمانيه، فانا ما اعرفش جايين مثلا يرشوا مثلا باط عامر حسين، انا مش عارف هم جايين يعملوا ايه الشركه الالمانيه، بس جايين ينظموا الدوري. فسالنا وشفنا التفاصيل ان الشركه الالمانيه دي بتعمل ايه في الدوري. هي بقول لك هي بس بتحط لك جدول الدوري.
يعني هم بجد لو كانوا جابوا الشركه الالمانيه للمبيدات، بجد الصوره اللي انا كنت جايبها لكم لو دي كانت حقيقيه وجابوا شركه المانيه للمبيدات، كان سهل انه يحطها لك في، يعمل لك الجدول ورسمه الجدول وبتاع وينسق مع الاتحاد الافريقي. لكن هم ما يعرفوش الشركه الالمانيه للمبيدات، ما تعرفش ان اللي جاي اسوأ، وما يعرفوش ان الدوري عندنا بيتاجل عشان مثلا الاهلي عنده افريقيا فهيتاجل، الزمالك عنده افريقيا فهيتاجل، بيراميدز عنده افريقيا فهيتاجل له، فهيلاقوا التاجيلات دي بتضغط على ماتشاتهم. فهل الشركه الالمانيه بتحل الموضوع ده، ولا الشركه الالمانيه جت السلام عليكم صباح الخير جودن مورجن جودن مورجن، دخلوا كده الشركه الالمانيه جودن مورجن، دخلوا وقاموا حطوا الجدول ومثلا خدوا احمد زكي وراحوا بيه على النمر الابيض ومشوا على طول؟ لا، انا عايزهم يفضلوا قاعدين معايا الشركه الالمانيه لحد اما يلاقوا الكوارث بجد اللي كان بيتسوح فيها الحاج عامر. ولا انتوا جايبين الشركه دي ستاره زي كلاتنبرج وزي بتوع لجنه الحكام؟ ها، هتهاجم مين يا قمر دلوقتي؟ الاهلي كسب بالتحكيم، الزمالك كسب بالتحكيم، هتهاجم مين يا عسول؟ هاجم كلاتنبرج. كلاتنبرج مش فاهمان اي حاجه خالص فهاجمه. هي الشركه الالمانيه دي كده. الحاج عامر حسين ابعدوا عنه بقى، خلاص كفايه الحاج عامر حسين بقى ارجوكوا، وكلموا الشركه الالمانيه لو في تاجيلات، عشان بعد كده لما يجي يقول لك الاهلي بيكسب الدوري بالحاج عامر حسين ومتطبخ، لا، الدوري المره دي متطبخ على الطريقه الالمانيه. الاهلي كسب الدوري بالطريقه الالمانيه، بالطريقه اللي فيها ايش اللي بدش، فاهم؟ هي دي الطريقه اللي النادي الاهلي بيحبها، بالالمانيه، عشان يغيروا فكره الانتقاد على الحاج عامر حسين، بدل ما الزملكاويه بيهاجموه واجعين دماغنا، والاهلاويه لو الاهلي اتصدر فيقول لك الزمالك بيكسب بالتحكيم، فاحنا ايه، لبسها للحاج، انسى الحاج عامر بقى وريحه وريح اعصابه وهاتوا الشركه الالمانيه. نتمنى التوفيق. ولكن في عندي حاجه بقى مبروزه في الدوري المصري، هو الدوري اصلا ب 18 فريق ومؤخرا كان سيء، فانا مش هخسر حاجه لو قللوا اسابيع. يعني انا من وجهه نظري اما الدوري يتعمل مجموعتين فانت قللت 4 اسابيع، فالاربع اسابيع دول يتقال ان هم مثلا شهرين ولا حاجه، وان الدوري يبقى 26 ماتش، انت كنت تكون قال اكتر من كده، 27 28 29 30، واربع ماتشات انت مأجل 8 اسابيع تقريبا، شايل من الدوري اسابيع كتير، فدي حاجه كويسه. اشوف ايه اللي هيحصل. قالوا ان الدوري هيخلص في شهر 6، حلو، عشان تعرف تظبط، والموسم اللي بعديه برضه تروح شهرين وتبدا في 8 بنفس النظام، فتلاقي نفسك مثلا مخلص الدوري، مثلا تخيل خلصنا الدوري في شهر 5 مثلا، او في اخر 4، أو زي الطبيعي بتاع الكون يعني، في 4 في 5 الدوري بيبقى بيخلص في الدنيا كلها، تقدر ان انت تبدا موسم 18 فيه، وبرضه ما اتمناش 18 على نظافه. نشوف اللي هيحصل، لان هو اصلا كان في الدنيا سيئه، فانا مش هقول اللي جاي ده انتوا خربتوا الدنيا وانتوا مش مفهميننا فيه، لان احنا اصلا في الاول ما كناش فاهمين في ايه. فلما الدنيا قلت فانا هسيب الدنيا تمشي بنظام المجموعات ده، وامرنا لله، لانك ما قدامكش حل غير الحل بتاع نظام الدوري الجديد ده. فانا بقول هم كده كده فشله، فان هم يقللوا لي الاسابيع يمكن دي الحاجه الناجحه اللي يعملوها، والدوري يرجع يظبط حاله تاني، والدوري يرجع ما يبقاش مضغوط، والدوري يرجع ما يبقاش فيه تاجيلات مبالغ فيها. لكن انا بقول لك، ودي حاجه انا عارفها، انا متاكد ان هيحصل مشاكل بالهبل، لكن كويس انهم قللوا عدد الاسابيع. كان لازم اطول شويه في الحته دي علشان اقدر اقول لك على موضوع الدوري ده ورايي فيه، لان هو موضوع كبير قوي وداخل فيه قصص كبيره وشركه المانيه وموضوع يعني. اجتماع النادي الاهلي او اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي مع كولر، و الاجتماع انا شفت فيه ان اللعيبه مش عارف ايه، واتفقنا معانا، واللي ترصت الكلام قاعد معاه كابتن مختار وكابتن محمد رمضان وكابتن سامي قمصان مدير الكوره اللي انا مش هنساها وراجع لها دلوقتي، وان الاجتماع اتقال فيه يعني ان خلاص بالاتفاق مع كولر ان الاهلي مش هيجيب صفقات لحد يناير. واتقال في الاخر طبعا قصه لعيبه ماتش موريتانيا اللي هيبقى مش عارف 15، وعندنا بعد كده السوبر المصري، فاللعيبه اللي هو 18 21 اكتوبر، فلازم اللعيبه تبقى مسافره، فعايزين يبقى في تنسيق لان لسه مفيش وضوح. سيبك من القصه دي وقتها مش اوانها دلوقتي، ان يبقى في طبعا تجمع للمنتخب، وفي نفس الوقت انت عندك سوبر، بس السوبر عليك وعلى انديه كتير هي مسافره، فوقتها نشوف، بس القصه مش موضوعنا يعني في بقيه البيان. لكن اللي خدناه من البيان او الاجتماع مع كولر، كابتن الخطيب مع كولر، ان انتوا خلاص مش هتجيبوا لعيبه ولا صفقات لحد يناير، خصوصا انتوا قلتوا الاجنبي، يعني هم ممكن يجيبوا لك لعيب محلي ولا حاجه في فتره القيد اللي هتنتهي في 30 10، انت تقدر تجيب بقى لعيبه، تقدر تجيب مش عارف ايه محليا ومش عارف ايه والكلام ده، انما صفقات اجنبيه لحد يناير مفيش، وكولر موافق على الكلام ده. طيب ما تجيبش، انا بقى رايي خلاص، انت تمام، انتوا طلعتوا قرار ما تجيبش، انتوا قلتوا ان كولر موافق على الكلام ده، انا عندي حاجه واحده بس، كولر ما تطلعش تصيح. ادام الناس قالت عليك كده في الموقع الرسمي وانت قعدت في الاجتماع الكلام ده، اكيد ادام كتب يبقى الكلام ده حقيقي، لو هو حقيقي ان انت موافق انك مش عايز صفقات اجنبيه. ضغطوك اقنعوك ما قدروش يتصرفوا، المهم ان انت حاليا موافق، وقالوا بموافقه كولر ان احنا مش عايزين اجانب. ما تتكلمش في المؤتمرات وتصيح يا كولر. كولر مش هستنى منه الصياح ويطلع في المؤتمرات في الفتره اللي جايه يقول لك ما صفقاتي ما جاتش، الاهلي لو خسر السوبر مجلس الاداره، انا اسف في التعبير، هيزعل. مجلس الاداره هيزعل من العاصفه اللي هتيجي عليه من الجمهور لو خسرت السوبر الافريقي.
لو خسرت السوبر المصري هيجي عليها عاصفه مش هيتحملها. انا بقول لك ان الاهلي ممكن في يناير لو خسر بطولتين السوبر، الاهلي في يناير ممكن يغير جلده تماما، وهتيجي عليهم عاصفه ناريه وهيدخل فيها كولر. طب كولر ممكن ما نحملوش الموضوع، كنت بقول كده ان كولر ما نحملوش الموضوع ان احنا ما جبناش صفقات، ولكن لو الاهلي حصل نتائجه بقت سيئه بموافقه بقى كولر في الاجتماع الاخير ان خلاص مش عايز صفقات، وما صممتش في الاجتماع ان يبقى في صفقات وما اعرفش الموضوع بيمشي ازاي، فكلكم هتتحاسبوا حساب عسير ان انتوا خلاص وافقتوا ان ده السكواد اللي يكمل. السكواد اللي يكمل انا بقوله، قلتها امبارح في لايف على التيك توك، قلت ان يا جماعه النادي الاهلي سكواده قوي وسكواده اقوى سكواد في افريقيا، ومن وجهه نظري القرار اللي طلع ده هو طلع علشان ده، من وجهه نظري طبعا انه طلع ان مجلس الاداره هو شايف ان ليناير خلاص على ما احنا نبدا المنافسات القويه اللي هتبقى في شهر 10 اولها السوبر، طبعا هو خلاص في اخر 9، فانت عندك 10 11 12 3 شهور. انا اقدر اصبر الثلاث شهور دول اشوف شكل الفرقه عامل ازاي، اشوف الصفقات اللي انا جبتها سواء البسيطه في الدفاع او عمر الساعي او اشوف الشكل عامل ازاي، خصوصا ان هم مش شايفين، انا بقول لك دي صراحه، هم مش شايفين فرقه دعمت بالشكل اللي يستاهل ان النادي الاهلي يدفع في صفقات كتيره قوي كده. ايا كان انت عايز تجهز نفسك، هتقول لي سام انا عندي الانتر كونتيننتال وكاس العالم، ما ببصش بس للمحلي والافريقي صح، بس ممكن النادي الاهلي بقول لك رؤيته تقول انا شايف ان مفيش فريق محلي والله دعم بأدي، ولا بيراميدز دعم زيي، ولا الزمالك دعم بقوتي، وانا اوريدي فرقتي قويه وفرقتي اصلا تقيله، انا كمان دعمتها وظبطت الصفوف فيها وهيرجع لي لعيبه، وثلاث شهور على ما يناير يجي. فانا فرقتي مش مثلا صن داونز ما دعمش قوي، والزمالك اللي ما دعمش قوي محليا، البيراميدز ما دعمش قوي، اللي هي الفرق المنافسه اللي انت بتقول عليها بتنافسك وهتلعبك، لكن هو ممكن تبقى العين على العين. العين بس الماتش اللي مقلق هو ماتش العين، ان انا هلاعب العين وبتاع مش عارف ايه لكن اداره النادي الاهلي ممكن تكون صبرت وما تعاقدتش بسبب الاسباب اللي انا قلتها لك ده، ان هو ممكن يصبر ليناير يشوف الامور فيها ايه. ما اعرفش ده صح ولا غلط، قول لي رايك في الكومنتات. حسين الشحات، عشان اقفل لك بموضوع احمد سعيد وجمال جبر، حسين الشحات كتب بوست عنده على الصفحه بتاعته، وانت اكتب حسين الشحات هتشوفه يعني، كتب على احمد فتوح وقال مختصرا للبوست، يعني انا مش عايز اجيبه يعني، بس اختصارا للبوست يعني ان الناس ما تجيش على احمد فتوح، وان الناس بلاش تيجي على احمد فتوح عشان ما نكررش قصه مش عارف فاتت ولعيب يحصل له حاجه ونقول يا ريتنا ما ضغطنا عليه. نفس اللي حصل مع، عايز يضرب مثل باحمد رفعت، طبعا اكيد الموضوعين مختلفين تماما، لكن هو ضرب مثل بان هو برده كان، انا كنت تعبان برده في موقف الشيبي وعديت بمرحله نفسيه، برضو ده مختلف برضو يا حسين عن موضوع احمد رفعت، لكن انت اكيد مريت بتجربه نفسيه وكنا نفسنا ان انت تعدي منها. نفس الكلام احمد فتوح، وقلتها امبارح وبقولها تاني النهارده عشان الناس فهمتني غلط امبارح، فانا بشوف ان حسين الشحات هو بيدافع عن صاحبه تقريبا، برضو حسين مسح البوست اللي كان كاتبه، انا بس البوست عايز اقراه لكم عشان لو حسين، بس عشان دخلت عند صفحه حسين على الفيسبوك هو مسحه، فانا بس عايز اتاكد ان فعلا البوست اتمسح ولا لا، فخليك معايا كده ثواني عشان ثواني كده، عشان هو كان نازل في صفحة، فأنا هجيبها لك أهو، ماشي أنا بس أجيبها هنا أهي. هو حسين الشحات كان كاتب واتقوا يوم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال لك أنا عايز أتكلم في موضوع كلنا بقينا بنتكلم فيه بس ما حدش حاسس بحاجة، الموت بقى قريب مننا أوي تمام، وأنا كنت من فترة قريبة وقت مشكلتي مع الشيبي كان عليا ضغوط تمام واعتذرت، ودلوقتي مش عايزين نوصل موضوع فتوح اخويا احمد فتوح لكده ونرجع نقول بعد كده يا ريت كنا خفينا عليه، فتوح غلط وانا غلطان، مش لازم نتكلم ونقول لا انت غلطان ونضغط عليه صح. بس انا هو ده معنى الكلام، عشان بس ايه، انا حابب ان انا اقول لك رايي في القصه دي قبل ما اجي لك لقصه قصه احمد سعيد ده، دي بالنسبه لي مهم. قصه حسين الشحات طبعا ان هو يدعم صاحبه ده شيء طبيعي، وشيء اكيد هو شيء متوقع ان انت تدعم صاحبك، وشيء ما فيهوش اي حاجه من وجهه نظري ان انت تدعم صاحبك وتقول عليه مثلا بلاش نضغط. ده اللي انا كنت قلته امبارح. اولا انا ما قلتش امبارح لما جيت اتكلمت في قصه احمد فتوح في الحلقه بتاعتي، قلت يا جماعه ان احنا فتوح غلطان، ومحدش يقول ان فتوح مش غلطان، والله العظيم متعاطف مع الراجل المتوفي، بس احنا ملوك التنظير. لدرجه الناس امبارح بتقول لي والله العظيم لا الغي اشتراكي في القناه عندك بعد اللي انت قلته، الغي، ما بغيرش رايي، الغي. انا ما بقولش ان احنا خلاص اللي هو ايه، الراجل مثلا خبطه بالعربيه اقتل فتوح،
احبس فتوح يا عم خلاص، واحد ضاع مستقبله وعياله وزعلانين عليه اللي توفى، ما نضيعش التاني، نحاول نقومه لاننا مسلمين يا اخي. يا اخي معلش هنسمح لغلك يا اخي، مسلمين هنسمح. انا مالي ده زملكاوي ما يتحبس يعني، انا مثلا لو اتحبس انا هطلع اعيط؟ انا بقول ما نضغطش على انسان وشاب صغير. وارد انك مثلا تلاقي واحد شاب صغير عمل حاجه، قريبك يا اخي، صاحبك صاحبك جارك يا اخي، اخوك، لو انت اخوك عمل الموضوع ده هتطلع تكتب عليه كده وتقول نفس الكلام؟ كذاب. انا ما قلتش حاجه، قلت فتوح يتحبس ما يتحبس، انا مالي، انا هرجع اعيط عليه؟ القانون هياخد مجراه، فتوح غلط وفتوح لازم يحصل له يتعاقب عقاب شديد، انا ما قلتش حاجه. لكن بقول ان احنا نكون عندنا اقول ايه، بس دي حاجات بتاعت ربنا حتى بقولها والله العظيم، انا بتفكيري في ربنا بقول الانسانيه والرحمه اللي جوانا نسامحه، نسامحه خلاص، معلش ربنا غلطه ويتعلم منها، غلطه وكده خلاص. القانون قال لي لا ده غلطان وعايز يتحبس يتحبس، انا بقى هقول لا ظلم ما ينفعش يتعامل معاه كده، قال كده مش كده. لكن انا بقول ان احنا انسانيا، يعني اللي عيطتوا على رفعت والاتنين مختلفين اكيد، لكن شاب بس قلت كده، بس والله قلت امبارح كده، شاب ان احنا حرام نقول انه يتحبس، غلط وغلط غلطه كبيره. عارف الغلطه الوحيده اللي غلطها فتوح ايه من وجهه نظري؟ ان هو كان شارب وهو سايق، ده من وجهه نظري. انما حادثه اي حد ممكن يتعرض، انا ممكن وانا ماشي عربيه تخبطني، صاحب العربيه ده مش هاخد فيها يوم لو ما بيشربش، لو ما بيشربش اي حاجه مش هاخد فيها ساعه. حادثه سير بعدي من على الدائري قام واحد شاطني، بعدي من على طريق سريع او واحد شاطني، وارد دي تصل على فكره، مش هاخد فيها ربع ساعه الا لو السواق شارب حاجه، سكران شارب حشيش اي حاجه هيتحبس. ففتوح لو ما كانش شارب ومع انه عمل في واحد كده، كنت هتزعل ولا مش هتزعل؟ وارد ان ده يحصل في الشارع، ما تمثلش ان انا بنشوف اكتب على اليوتيوب حادثه سير واحده تخبط عربيه، ده بيحصل، مش ببرر ولا بدافع لاني انا مالي بفتوح، انا مالي بيه. لكن انا بتكلم على انسان زي ما هو انسان، ما نضغطش عليه خلاص، هو غلط، عارفين انه غلط يا ملاك، يا ملاك، عارفين يا اللي ما بتغلطش وانت لوحدك، يا اللي ما بتغلطش وانت قاعد على السرير، يا اللي ما بتغلطش وانت خارج، يا اللي ما بتغلطش مع اصحابك، يا اللي ما بتغلطش في حياتك. كلنا خطائين وكلنا نتمنى ان ربنا يسامحنا والمجتمع يسامحنا، بس عشان ما نأذيش نفسيه واحد، ده يبقى واحد توفى فنقوم مموتين التاني، فبقى الابطال بقى اللي ايه فرحانين في فتوح، برافو ايوه يا اسلام هرجع لك السبسكرايب تاني ليه يا صاحبي؟ فتوح الحمد لله مات، نفسيته اتدمرت وتوفى، كده حق الراجل رجع والواد توفى، انا ارجع اعمل لك سبسكرايب تاني وارجع اقول حق. ربنا يهدي الجميع ويشفي الجميع، رايي ما بغيروش. ربنا يستر على فتوح وما يتاذيش ومستقبله يتدمر، لان في واحد اتدمر فاحنا زعلانين عليه اللي توفى، الراجل اللي توفى مش عايزين واحد تاني يحصل له مشكله فيتوفى. لو الموضوع ما يستاهلش انه يحصل فيه كل ده، غير ان هو مصطبح بس كان شارب حشيش، فالحته دي اثبتوها، او ما اعرفش ايه الموضوع عشان ما تدخلش في حاجه قانونيه، هي دي الغلطه الوحيده اللي عند فتوح يستاهل انه يتعاقب عليها. لكن انا كانسان ما بحبش اشوف اذيه انسان خصوصا ان فتوح هو مش قصده انه يعمل كده او عمل حاجه مع سبق الاصرار، لكن كان عامل حاجه اصلا المفروض كله يتقوم عليها. مين؟ الزمالك اللي سايب الموضوع كده، سيبك من الزمالك وسيبك من الاداره، اصحاب السو اللي حواليه، الزناري وصبحي، دول اللي تلوموهم قبل ما تلوموا فتوح، لوموا اللي حوالينا ما نزعوش، لوموا امام عاشور ولوموا كهربا. يا اسلام انت عبيط ولا ايه؟ اسمع بس اللي بقولك عليه، لوموا اصحابه اللي كان بيقعد معاهم وعارفين انه بيشرب حشيش وعارفين انه بيصطبح وهم قاعدين معاه وانت ما تعرفش، هو ربنا بس الستر اتزاح من على احمد فتوح، انما في لعيبه تانية ربنا لسه سترها معاها لسبب عند ربنا لا يعلمه الا الله، ان الدنيا مستوره مع لعيبه تانية وما ظهرش مين بيشرب ايه ومين بيعمل ايه. لوموا اصحابه، لوموا ما تلوموش فتوح، لا سيبكم من فتوح، فتوح هياخد عقابه والقانون في مصر هياخد مجراه والعدل هيكون باذن الله، والراجل حقه هيرجع، سواء ان فتوح يتحبس عشان الناس تنبسط او فتوح يطلع براءه والناس طبعا هتزعل من حاجه زي دي، المهم يعني ان فتوح هياخد جزاؤه القانوني. لكن لوموا بقى اللي حواليه، مش هقول اسماء تاني، قلت الاسماء، لوموا اصحابه اللي بيقعدوا معاه وربنا نجاهم، مع انهم ممكن يكونوا هم كلهم ضاربين، بس فلتوا بيلعبوا دولي منتخب مصر بيلعبوا للزمالك وبيرفعوا على الانستجرام، هو اللي عشان سايق كان ممكن مثلا اليوم ده يقول لك والله العظيم قاعد يا زناري قاعد يا صبحي انا مش قادر اسوق ليه، قاعد يا فتوح والله مكسل شويه دماغ تقيله، ما تسوق انت يا صبحي بما انك طويل فتشوف احسن مني الطريق، فيقوم صبحي هو اللي سايق، فيقوم صبحي هو اللي خابط، فيبقى الموضوع مع صبحي مش مع فتوح. لوموا اللي حواليه، ما تلوموش بس واحد بس يعني، وربنا ينصر فتوح ومستقبله ما يتدمرش والقانون ياخد مجراه والعدل ياخد مجراه. حوادث دي ياما بتحصل، هو بس عيبه انه كان فعلا شارب ويستاهل انه يتعاقب على حاجه زي دي، لكن انا عموما ما اتمناش اذيه انسان نهائي، لان وارد انه يحصل مع اي حد ومنهم انت اللي بتتفرج، ورايك في الكومنتات على راسي من غير ما تشتمني باهلي.
هتشتمني باهلي اعمل لك بلوك طبعا بعد ما اديك باهلك واسمعك الكلام برضه، بس ما تشتمنيش باهلي، لان امبارح انا اتشتمت باهلي في موضوع فتوح ما بيبقاش علاقه يعني. انا لا غلطت فيك ولا غلطت في اهلك ولا غلطت في ابوك، الناس بقت تقول لي ربنا يبتليك انت ومش عارف ايه وانت تخبطك ايه. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهتشتمني ههينك واعمل لك بلوك بعدين ملوش لازمه. عايز تقول رايك باحترام والله بتقبله، عايز تنتقدني حتى بتقبله. في ناس انتقدتني امبارح جزامها على راسي، تلاقي انا مش معاك في الموضوع ده، تلاقي انا مش مؤيدك في الموضوع ده. قلت له على راسي جزمتك، هتغلط فيا ما بسكتش الغلط في اهلي، لانك مالكش حق انك تغلط في اهلي نهائي. اي حد ايا كان، ايا كان اي حد ملوش حق انه يغلط في اهلي او فيا، جزمتك على راسي. الموضوع بقى اللي انا عايزه اصلا قعدنا تلت ساعه احنا في موضوع لوحده ممكن ياخد له 10 دقايق. سمعنا بقى ايه، تعالى بس اجيب لك ده البوست اللي ينزل قدامكم، هينزل قدامكم دلوقتي وانا هقراه لكم من هنا ونشوف الموضوع ده ايه ايه موقفه ونقرا براحتنا كده. ده بوست كان منزله الاستاذ احمد سعيد وطبعا مسحه، واقرا بقى الكلام الجميل اللي مكتوب وتعالى نفصصه. الناس اللي بتقول انت مالكش في الهبد وقيمتك كبيره، ازاي تقول في مهاجم، ناس بتقول له كده ازاي تقول في مهاجم والاهلي نزل بيان ان مفيش مهاجم، مين اللي اداك المعلومه؟ ده في ناس سالته كده، فهو هيرد عليهم هيقول لنا مين اللي اداله المعلومه عشان ما يبانش قدام الناس ان هو هبيد. قال لك اللي اداني المعلومه الاستاذ جمال جبر، مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي، وهو نفسه اللي كتب بيان ان مفيش مهاجم. لا 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 ده انت والله يعني هو اللي قال لك، هو اللي كتب كمان البوست قاعد على البيج. يعني عرفنا كده خلاص يا جماعه، اللي بيعمل التيك تاك وبينزل لنا التيك تاك هو الاستاذ جمال جبر. بنحبك يا استاذ جمال والله، تيك تاك دي جميله قوي. فهو اللي بيكتب البوستات كمان، وهو اللي قال لك ده انت ايه الخبص ده. كل معلوماتي كانت بتاكد انها خلصت على كده والسوق اتقفل، ونزلت فيديو وهاجمت لغايه ما الراجل مشكور الناس هاجمته يعني، ونزلت فيديو وهجمت لغايه لما الراجل مشكور قال لي معلوماتك غلط في مهاجم ومهاجم سوبر. يعني الراجل خلاص نزل فيديو فضل يتهاجم لحد ما جاله تليفون بيقول لك مشكور ثواني كل معلوماتي كانت بتاكد انها خلصت، ونزلت فيديوهات وهاجمت لغايه ما فين نزل فيديوهات وهاجم، هو نزل فيديوهات وهاجم ان مفيش مهاجم، هو هاجم ان مفيش مهاجم. يعني هو منزل بوستات بعد خلاص ما اتاكد بقى ايه الناس خلاص معلوماتي كانت بتخلص والدنيا كمان وكله تمام، فكنت بعمل فيديوهات وخلاص عرفت ان مفيش مهاجم، فابتديت اهاجم الاداره ان مفيش فيديوهات ان مفيش مهاجم. بقول لك ايه معلوماتي غلط، ونزلت فيديو هاجم لغايه لما الراجل مشكور قال لي معلوماتك غلط في مهاجم ومهاجم سوبر. بس اهدى يا احمد سعيد بقى عشان نعرف ندخلك النادي تاني. هل في مصدر اكبر من كده في النادي، مصدر للمعلومه؟ صح والله يعني صحيح. يعني انا لو بيكلمني ده انا كان بيكلمني واحد صحفي عارف، واحد صحفي جوه النادي عارف واحد لاعب جوه النادي، وكنت متاكد من المعلومه 100%، فكنت بطلع لكم ده في جاي وده رايح وده جاي. صح. ما بالك بقى جمال جبر بيكلمني، اتخيل جمال جبر يكلمني يقول لي اسلام مهدي بن رمضان وقع هطلع على عملت اقول لك خلاص صباح الفل يا جماعه استاذ جمال جيم هو التمام. قال لك والكابتن شوبير قال ان في مهاجم في الدوري الصيني الاهلي وخلص معاه، وكان هيعلن كولر وكولر رفضه في اللحظات الاخيره. فاكيد الراجل مش قاصد يوقعني واداني المعلومه اللي عنده وقتها. الله عليك يا استاذ، الله عليك يا استاذنا والله العظيم يا احمد سعيد. نتكلم جد بقى، تعالى اقول لك بقى الحاجات الورائيات بقى اللي ورا الستاره. انسى البوست ده راجعين له. اولا انا قبل كده رحت قعدت مع استاذ احمد سعيد، كان في مدينه الانتاج، كان في برنامج بيعمله في قناه LTC، وكنا رايحين انا وناس ممثلين في بيدج ماجيكانو وبيدج الاهلي اليوم وكنا رايحين كلنا طالعين في حلقه معاه، كان بيدج ماجيكانو وبيدج الاهلي اليوم ممثله في شخص، وبيدج ماجيكانو ممثله في شخص، والعبد لله. وخدنا بعضينا، وحتى اللي موصلنا كان زملكاوي صاحبنا محمود، ووصلنا لحد مدينه الانتاج. اول ما رحنا قال لنا لا ده مرتضى بيهددني واحنا مش طالعين الحلقه الله. دخلنا له مكتب كده كبير جوه القناه وبتاع، ودخلنا وقعدنا معاه ازيك يا استاذ احمد الدنيا عامل ايه الكلام. قال له والله مرتضى عمل وسوى فمش هنطلع معلش احنا اسفين، بس اصبروا يمكن نعمل حاجه مسجله ونبقى ننزلها مش عارف على ايه. قلت له سلام عليكم بصوت اسماعيل ياسين كده، قمت واخد بعضي وايه ومشينا انا والرجاله، وكلنا طبعا رفضنا، حتى الرجاله اللي كانت معايا رفضت انها تعمل حاجه زي كده، وخدنا بعضينا ومشينا. ايه العلاقه بالموضوع ده يا اسلام؟ اقول لك. وقعدنا برضو مع استاذ جمال، قعدنا مع بعض في النادي الاهلي بدعوه من استاذ جمال، كنت انا
وشخص اخر، وكان وسيطنا شخص في المركز الاعلامي، ومش هقول ايه القعده كان ايه هدفها لان دي ليها يومها. يعني ايه اسلام ليها يومها؟ يعني ليها يومها، بس ان الله حليم ستار. المهم يعني، فانا اعلم جيدا استاذ جمال جبر على ايه، واعلم جيدا الاستاذ احمد سعيد على ايه، مع كل احترامنا ليهم. كلامنا على شغلهم مش على شخصهم المحترم تماما، ولا على ذممهم الماليه، ولا عن ان هم ناس مش متربيه، لا 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 خالص، ولا ناس قلالات الادب، ولا ناس باي، لا خالص. هنتكلم عليهم عن شغلهم المهني. اولا، انا قلتها وبفضل اقولها، رايي في استاذ احمد سعيد ما بيتغيرش. راجل عرف يوصل ازاي، انا اسف في التعبير، يركب على ان انا اهلاوي زيكم. لا كان اهلاوي ولا بتاع، وكان جه عليه وقت برضه هاجم الاهلي في ايام زمان لما كسب، مش مشهور قوي، فانا شفته وعارفه. فهو راجل عرف يتسلق بشكل كويس انه يوصل ان هو يبقى مع الاهلاويه بتوع السوشيال ميديا. يعني يبقى اصحابه الناس بتوع الاهلي اليوم، صحابه الناس بتوع ماجيكانو، صحابه مثلا الاهلي مباشر اللي هم بتوع الاهلي اليوم. فاحنا دي اصحابنا، مع كل احترام الناس دي اخواتي، وبوتا وابراهيم حامد انتوا اخواتي. انا بتكلم على احمد سعيد. فالناس دي صحابه قدر من خلالهم ان هو يوصل. والدليل مثلا ان هو بيطلع لايفات على الاهلي مباشر، وان هو بيطلع بيتشير له كل حاجه، وانه بيطلع لايفات قبل كده كان مش عارف بيتشير له فيديوهات على الاهلي اليوم وعلى ماجيكانو. المهم يعني ان هو وصل بالناس ان هم يقدروا ان هم يشيروا حاجه. خلي بالك الشير في الاهلي اليوم وماجيكانو صعب قوي. يعني عشان انت تشير حاجه هناك عندهم، انا اللي عارف الموضوع ده من زمان. يعني الحمد لله انا عارف انك تشير. انا عمري ما ماجيكانو ما شيرت لي اي حاجه الا مره الاكونت اتقفل تقريبا يعني. نزلوا بص بالاكونت بتاعي تقريبا، ده كده ممكن يكون مش صح كمان، بس تقريبا يعني. الاهلي اليوم زمان انا كنت شغال فيها بفتره، كان بيتشير لي اول ما حد دخل معين، قال لا بعد كده تبقى بفلوس. اذا الاسلام عايز يشير لصاحب البيج، قال الاسلام عايز يشير هيدفع تقريبا 100 جنيه على الشير حاجه كده. المهم الكلام ده كان سنه طبعا 2018 و2019. المهم يعني، فاحمد سعيد قدر. انا ما بحبوش، مع عادي، ما فيش مشكله، بحب بقى يعني. انا ما بشوفش ان هو راجل مثلا بتاع اخبار، عمري ما اخد منه اخبار، ولا حد مهتم باخباره. عمري ما اشوفه بيتكلم فنيا في الكوره او تحليل فني، ما فيش الكلام ده. احنا اشهر حاجه ليه خناقته مع مرتضى. قال له يا مرتضى انت مش عارف انت عملت ايه مع الخناقه الشهيره. قال له يا مرتضى، وقعد الخناقه دي حاجه اشهر حاجه ليه. انما غير كده كاستاذ احمد سعيد لا كاريزما، ولا مثلا بيقدم حاجه، ولا انه مثلا بيقدم اخبار حصريه. عمره ما قال كده. بخلاف بقى ان ده، هل ده بوست يتكتب اصلا؟ طب مسحته واحنا الحمد لله ان لحقنا ناخده. هل ده كلام يتكتب؟ هل ده كلام يتكتب على رئيس المدير المركز الاعلامي للنادي الاهلي؟ الله. طب ما تيجي لمدير المركز الاعلامي للنادي الاهلي الاستاذ جمال جبر. كثيرين من الناس يكرهون الاستاذ جمال جبر، وكثيرين يعلمون ان جلوسه في مركز الاعلامي ما هو الا عشان هو موالي للكابتن الخطيب قلبا وقالبا. وكابتن الخطيب مش عايز يمشيه لان هو عارف ان الراجل ده مطيع جدا جدا جدا، ومش عامل له مشاكل ومش عامل له دوشه. ودايما الكابتن راح الكابتن جه، فهو بيحب الكابتن جدا وبيحب حب جم. يعني هو بيعشق الكابتن حب جم. فهو مش هيقدر ان جمال جبر ينتقد الناس دي، او هو كل الناس اللي شغاله مثلا معاه او كده كله مراعي اكل عيشه. فاحنا مش هنقدر، او شغلنا في النادي الاهلي ما نقدرش ان احنا نقول بم للكابتن ولا نعمل حاجه من دماغنا الا لما نقول للكابتن عليها. فكابتن جمال جبر هو قاعد لهدف زي ده، بس احنا هاجمنا الجوادي انه كان بيطلع كلام وده مش من حقه. فهل استاذ جمال جبر له الحق ان هو يسرب حاجه سواء صح او غلط لاعلامي ايا كان؟ كنت بقول لكم ايه انا وقتها؟ والله العظيم ارجع لحلقات الصفقات على طول. كنت بقول لك الناس في النادي بيبقوا عارفين اخبار، لان في ناس بتبقى موعوده جوه النادي ان انت مثلا يتقال لهم من المركز الاعلامي كده دايركت خليك موالي لينا، ما تهاجمناش بشكل فيه ضراوه، في مواضيع معينه بنبقى احنا كمجلس عايزين نبروزها. والله اقسم بالله اللي بقوله ده حقيقي. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم اللي بقوله ده انا عارف بقول ايه. في مركز الاعلامي بيقول للناس كده، اتقال لي انا، اتقال لي شخصيا من استاذ جمال جمال. انا بقول لك الحقيقه اهو. كنا بقول لك ربنا حليل 16 عايزين نتكلم، اتقال لي في بقيه بيقولوا للناس يا فلان، يا بيج فلانه، يا بيج فلانه، يا بيج فلانه، يا صحفي يا فلان، يا يوتيوبر يا فلان، انتوا خليكم موالين لينا. اي ايفنت انتوا هتخشوا فيه، اي حفله للنادي الاهلي انتوا هتخشوا فيها، لو عايزين تذاكر لماتشات مثلا بعدد معين نجيبها لكم، عايزين تخشوا النادي الاهلي مثلا تقضوا يوم فيه مفيش مشكله، ولكن خليكم مواليين للاداره. خليكم موالين ان ممكن الناس ما تاخدش فلوس حاجه، بس تاخد امتيازات بقى ان احنا نقول كذا، نقول خبر ده ممكن يكون منهم احمد سعيد. انت حبيبنا وانت جميل، بس بروز واطلع قول يا عم مفيش لا في مهاجم يا عم ما تهاجمش حد. جمال جبر قال له مفيش، اطلع قول في مهاجم سوبر كمان. يعني يا ريته مهاجم كليوباترا، اطلع قول مهاجم سوبر. هنخلي الناس من طول المهاجم تنبسط. وفي الاخر يطلعوا هم يسوحوا بعض ويقول لك ان ده قال لي. هل ده عادي بقى؟ احنا زعلنا من خالد الجوادي ان هو طلع وسرب اخبار لانه مش من حقه كمترجم، ولا من حقك يا استاذ جمال، ولا من حاجه. مع احترامي ليك، وانا قلت انا قعدت مع حضرتك مره واثنين وثلاثه، مره لما انا كنت عايز اشتغل في النادي وكان جايبني حد بدون ذكر اسمه، وقعدت مع حضرتك
وقلت لي هنكلمك ومحدش كلمني خالص، معرفش ليه. وجيت قعدت عملت انترفيو في المركز الاعلامي للنادي الاهلي ومحدش كلمني، وقعدت معاك مره تانية لما حضرتك دعيتني بقى، لما انا الحمد لله بقيت معروف شويه في السوشيال ميديا، حضرتك دعيتني في مكتبك. الكلام ده الحمد لله صوت وصوره موجود وكله تمام، وشاهد عليه ناس حبايبنا، حبايبنا قوي يعني. المهم شاهد عليه ناس شافتنا يعني عارفين الموضوع ايه يعني، مش ما كنتش قاعد لوحدي في القعده دي. فيعني انت راجل طلعت دلوقتي بتقول اخبار وبتقول وانت رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي، هل ده منطقي؟ هل ده عادي؟ في حاجات كده بتحصل فيها، هل ده عادي؟ يعني انا في حاجات بستغربها، وفي حاجات بقى لي نص ساعه وبتكلم فيها عشان الحلقه تستاهل. استاذ جمال يا جبر انت حضرتك غلطان، ولا تختلف عن الاستاذ الجوادي، بل بالعكس انت ممكن تدان اكتر ان انت رئيس المركز الاعلامي للنادي الاهلي وتطلع اخبار لاستاذ احمد سعيد حتى لو اهلاوي. ده مش صح، وده مش امانه، وده مش النادي الاهلي. اجلا ام عاجلا كلكم هتمشوا بكابتن محمود، بمجلس الاداره، بالمركز الاعلامي، والدنيا تبقى المفروض الطف من كده. والله اعلم ممكن تبقى اسوأ من كده يعني، ممكن بعد كده يجي لنا حد يبهدلنا بقى. تخيل مثلا احمد سعيد بقى رئيس المركز الاعلامي، هنتخيل مثلا عمرو الدرديري، ازاي اسلام ده يحصل بقى؟ ولا انت ما تعرفش الدنيا بكره فيها مين يجي لك، تلاقي الامور متلخبطه جوه عندك في النادي، وتلاقي رئيس، انا دايما اقول انا بعد الخطيب انا مش عارف مين هيمسك رئيس النادي الاهلي. مدرسه صالح سليم انتهت عند خلاص، عند يعني مش عايز اقول عند الخطيب، عند مرتجي. فهو مرتجي، خالد مرتجي هو اللي احنا متوسطين لان هو ده اللي خد المدرسه. مدرسه صالح، مدرسه صالح كانت هي حسن حمدي، محمود الخطيب، محمود طاهر، وخالد الدرندلي. هم دول خالد مرتجي، خالد الدرندلي ده قصته قصه برضه بمناسبه الاستاذ جمال. ما علينا يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي، ربنا يستر على النادي الاهلي. وقلت حاجه على كابتن سامي قمصان، اتمنى ما يبقاش مدير كوره، اتمنى كابتن سامي قمصان ما يبقاش مدير كوره، بسجلها واقطعها خدها اهي. اتمنى كابتن سامي قمصان ما يبقاش مدير كوره، اتمنى كابتن سامي قمصان ما يبقاش مدير كوره، اتمنى ان كابتن سامي قمصان ما يبقاش مدير كوره، اتمنى ان كابتن قمصان ما يبقاش مدير كوره. نفسي ما يبقاش مدير كوره كابتن سامي قمصان، نفسي ما يبقاش مدير كوره كابتن سامي قمصان. اوعوا يستمر كابتن سامي قمصان في مدير الكوره يحصل مشاكل. عايزين مدير كوره، عايزين مدير كوره، عايزين مدير كوره غير كابتن سامي قمصان. اقطع لي الحته دي وخليها معاك الناس اللي بتحبني عشان هنحتاجها بعدين. دي حته كده خليها على الهامش. استقيموا لان ريحتكم جوه النادي ابتدت تفوح في حاجات. انا دايما اقولها، مجلس الاهلي مش فاشل، ولكن مجلس الاهلي عنده ملفات فاشل فيها، وعنده حاجات فاشل فيها. ملف صفقات، ملف السيطرة على مركز إعلامي، يعني دي حاجة فلتة اهي بس مش دايمة. عنده مشاكل مع الجمهور وفي ملفات، لكن هو مجلس فاشل، هو مش فاشل. استقيموا شوية عشان احنا مستنيين السوبر الإفريقي، مستنيين السوبر الإفريقي على أحر من الجمر. ساعتها هتتحاسبوا كلكم بما فيهم أمح الدولي. السلام عليكم.